السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. فيديو جديد وحلقة جديدة هنشرح فيها ازاي نعمل برزنتيشن احترافية على موقع بيهانس. طبعا كل فترة بيبقى فيه حاجات كتير بتظهر وفيه ابديتس كتير بتبقى موجودة، فهنتعرف النهاردة ان شاء الله على اهم الحاجات اللي انا ممكن اركز عليها وانا بنزل البروجكت بتاعي على بيهانس، وده هيبقى من خلال فوتوشوب. وهنشرح حاجات خفيفة قوي في افتر افكت، ازاي نعمل موشن خفيف ينهانس معايا البرزنتيشن بس على البيهانس، وازاي نعمل صور بيفور وافتر، والحاجات دي كلها هنشوفها دلوقتي. بس لو انت كنت اول مره تشوفني ما تنساش تعمل اشتراك للقناه، تفعل زر الجرس، ويلا بينا. طيب ركز معايا كده في المخطط اللي موجود ده. ايه الحاجات اللي انا بحطها في البروجكت عندي؟ اول حاجه المقدمه بتاع البروجكت، اوفر فيو بشكل عام اللي بيتكلم عن ايه. وهنشوف الوقت لو انت مش عارف تجيب الداتا دي ازاي نجيبها باستخدام شات، يبقى دي اول حاجه في الجزء ده. تاني حاجه ان انت لو عندك بريف هتقول لي مثلا ايه الاوبجكتيف، ايه المين مسج، الحاجات دي كلها هنظهرها برضو في البرزنتيشن. رقم اتنين ستراكشر او البناء بقى بتاع البروجكت نفسه، هيبقى جواه ايه. طبعا الحاجات دي حاجات عامه على حسب البروجكت اللي انت شغال عليه. ممكن يبقى بروجكت فيه كل التفاصيل دي، ممكن يبقى بروجكت بسيط وتقدر تطلع منه كل التفاصيل دي. هنتكلم بشكل عام الحاجات اللي بتبقى موجوده اللي بتخلي البرزنتيشن شكله كويس. فاول حاجه انت بتقول الكونسيبت بتاعك ايه، الفكره جات لك ازاي، او ايه او طلعت الافكار بتاعتك ازاي. تاني حاجه بتعرض المود بورد والريفرنس بتاعتك اللي انت جمعتها، لو عملت سكتشات تحطها. واخر حاجه بتبقى الفاينل ديزاين. الجزء اللي بيبقى تحت ده بيبقى جزء خاص بالبي تي اس. بي تي اس مصطلح مشهور في الاعلانات، اختصاره بيهايند ذا سين، الكواليس بتاعتك بقى. لو في ماتيريال تصوير، سواء ده مثلا كان اعلان مستخدمين فيه برودكشن وتصوير، بفور التصميم بقى قبل وبعد، والاستوكات اللي انت استخدمتها. عندي الناحيه التانية ان انا انهانس بقى شكل البرزنتيشن كلها بان انا اعمل موشن، اعمل حركات خفيفه كده، وهنشوف دلوقتي ازاي نعملها. وان انت تعمل او ان انت تستخدم موك ابس تحطها في التصميم عندك. واخر حاجه ان انت بتحط كول تو اكشن. كول تو اكشن ده ان انت بتقول للناس مثلا شكرا للمشاهده، لو انت عايز تعمل الكامبين بتاعتك تواصل معايا، وهكذا. واخر حاجه خالص بنحط اللينكات بتاعه السوشيال ميديا. طيب تعالى نشوف ازاي هنطبق ده على مشروع عندنا. اول حاجه هنفتح البيهانس عشان تنزل بروجكت، فتضغط على شير يور ورك وهتضغط على بروجكت. تمام. بعد كده دي الحاجات اللي احنا ممكن نستخدم، نحط صوره، نحط تكست، نحط جريد، فيديو او اوديو، نحط الامبيد وهنشوف يعني ايه امبيد، لايت روم، بروتوتايب او 3 دي. طيب انا هشتغل على التصميم ده، هنزل بروجكت خاص بالتصميم ده. التصميم ده كامبين عنوانها يور فاكيشن از ناو يور اوفيس. فانت كل اللي انت هتعمله ان انت هتقوم جاي فاتح مقاس. بص بقى المقاسات دي حاول ان انت تكتبها معاك في ورقه عشان تبقى عارف ابعادها هتبقى عامله ازاي. فانا مثلا هفتح تصميم، طبعا الحاجات دي كلها بتيجي مع الوقت. هفتح تصميم مثلا 50 70 في 25، وهخلي دي 50 او 30 بكسل سنتي. تمام. وهاجي هكتب الجمله بتاعتي your vacation is now your office. تمام. وهسلكت الاتنين دول هم عندي في نص التصميم، هصغرهم شويه، وممكن هكروب كده، هضغط الت وكنترول عشان يكروب بالطول كده. تمام. وهصغرهم برضو شويه، مش عايزهم كبار. وهفتح عندي التصميم بتاعي، هاخد منه اي درجه لون امشي عليها البروجكت. هنا مثلا هاخد الدرجة دي عشان تبقى ماتشنج مع الموضوع. وهحدد الجزئين دول، هظهر بس البروبرتيز دي، وهاجي من الكولر هنا هختار اللون ده. حلو. هنيجي هنعمل فولدر جديد اسمه بريزنتيشن سريعا، وهاجي هعمل هنا ده واحد، هسيبه ايه، هسيبه بي اس دي. هنفتح الافتر افكت. قبل ما تفتح الافتر افكت هحط لك اللينك ده في وصف الفيديو. كل اللي انت هتعمله ان انت هتضغط داونلود فور ويندوز، وهيبدا ان هو يتحمل معاك. هتفتحه، هتسطب نيكست، ولازم الافتر افكت يبقى مقفول، وبعدين هتفتحه. فاول ما تفتحه هيجيب لك في ان هو هيفتح لك البرنامج. هنا عندك دي بتشتغل على برنامجين، البريمير والافتر افكت. فهتعمل انستول الافتر افكت، ولو بتستخدم بريمير هتعمل انستول البريمير، مش هيزعلك في حاجه. وهنفتح الافتر افكت. تمام. هنضغط على نيو بروجكت. بص انا مش بشتغل افتر افكت بس بمشي ايدي في شويه الحاجات اللي هي تساعدني ان انا اطلع الحاجه اللي في دماغي. ركز معايا ان احنا هنسحب ده هنحطه هنا، وهتخلي دي كومبوزيشن، وتخلي دي ايه، اول خيار ده اللي هو الايديتابل ده. وهنضغط اوكي. بعد كده هتلاقيه فتحت هنا، هتكليك هنا هتلاقيه فتح لك التصميم بتاعك بالليارات. هتحدد الاتنين دول لان الاتنين دول تكست، دول
حاجتين تكست اهو، لاير تكست مش لاير سمارت اوبجكت ولا لاير عاديه. فهتحدد الاتنين وتعمل كليك يمين تختار كرييت وتختار اول واحده اديتابل تكست. ده بقى عندي كده ايه، تكست تقدر تعدل فيه. هنفتح قائمه ويندو وهنختار انيميشن ده اللي احنا سطبناه، وهتيجي تختار اول واحده. هتلاقي عندك هنا افكتات كتير جاهزه بتطبق بسرعه. فكل اللي احنا هنعمله مثلا ان احنا هنختار الترانزيشن بتاع التكست لاير ده، وهتحدد اللايرين دول وهتعمل كليك يمين اد اول واحد اللي هو ايه ان واوت. تمام. وتعالى كده نعمل بلاي، هلاقي ايه، عمل لي حركه بسيطه خالص. انا كده خلصت. هعمل كنترول ام عشان ارندر. هتختار مكان الرندر، هخليه نفس الفولدر بتاعنا عشان الحاجات كلها تبقى فيه، وهعمل ايه رندر. بعد ما الرندر خلص هنفتح جوجل وهنضغط على فيديو تو جي اي اف وهنختار اللي هو الكلاود كونفيرت. الموقع ده هتضغط على سيلكت فايل وهنبدا ان احنا نختار الفايل بتاعنا اللي رندرناه، وهتخلي دي كونفيرت تو جي اي اف وهنضغط كونفيرت وهنستنى ثواني على ما يخلص. هنضغط داونلود كده، اول جي اي اف نزلت عندي. هنرفع صور وهختار الداونلود، هختارها عندي اهي. بص اتحطت ازاي بكل بساطة كده، نزلت عندي اول لاير موشن. حلو. طيب عايزين نكتب اباوت على الموضوع. هنفتح شات جي بي تي وهنرفع له الصورة وهنقول له ان انا بعمل برزنتيشن للتصميم ده، وقلت له ان انا بعمل برزنتيشن على التصميم ده الموقع بيهانس، وعايز احط في اول البرزنتيشن مقدمة عن المشروع بشكل عام، فهات لي كلام اكتبه. وهنشوف ان الكلام اللي هيطلع. طبعا طلعني كلام كتير جدا، فهقول له ايه، اختصر الكلام. تمام. وتبدأ برضو تقول له ترجمه للعربي، تشوف هل الكلام انت مقتنع بيه ولا لا. لو مش مقتنع بيه خليه يعدل. فبيقول لك ان ده مشروع من حملة يعكس الترفيه في العصر الحديث من خلال مشهد حلو قوي. تمام. وسرد القصة جميل الكلام ده. وهنقوم جايين عاملين تكست حاطينه هنا. هو كده نزل في نص على الشمال، فهتلاقي من هنا المحاذاة، تقوم موديه هنا. تمام. عايز تحدد حاجات معينة اللي هو مثلا فوتو مانيبيوليشن تعملها بولد زي ما انت عايز تختار درجة اللون نفس الاخضر عشان البروجكت بتاعك يبقى شكله حلو. فهتيجي من هنا هتاخد الكود بتاع اللون ده كوبي، وهنقوم جايين حاطينه هنا ونعمل اد. خلاص بقى ايه اللون ده عندك. طيب لو جينا رفعنا اي صورة دلوقتي، اي صورة هتلاقيها عايز تتحكم في المسافة هنا، هتقعد تضغط انتر شيفت انتر شيفت انتر لو عايز توسع الفراغ ده بحاجة معينة. تمام. طيب احنا دلوقتي حطينا انترودكشن او اوفر فيو عن البروجكت. هقول له هات لي بريف مختصر للتصميم ده. طبعا هو جابهولي، هقول له يكون في صورة نقاط تارجت اودينس اوبجكتيف، وعايز كمان مين مسج. تمام. طيب هتبدأ تاخد الحاجات دي تحطها عندك في البروجكت، وبرضه تترجمها الاول بالعربي، تشوف انت الدنيا بالنسبه لك مقنعه ولا لا. تمام. نحذيه بقى ناحيه الشمال. تمام. هنخلي دي بولد ونخلي كله بنفس اللون. هو اصلا جاب اللون اهو. الجزء ده بولد، وهننزل شيفت انتر انزل السطر اللي تحته، اخد الكلام الباقي افصل دي واخلي دي بولد، وبعدين انزل هاخد ايه اخر حاجة افصل بس ده بشيفت انتر اخلي دي بول، اختار اللي ده. تمام. كده انا حطيت اباوت عن البروجكت. طيب تعالى كده نبص للماب بتاعتنا. خلصت الجزء اللي على الشمال ده. تعالى بقى نبدأ نخش في الجزء اللي على اليمين، الكونسبت والمود بورد والسكتش والحاجات دي. لو انت جمعت مود بورد لموضوع مثلا الكامبينج، اللي هو ان انت مثلا فتحت بنترست تمام وشفت تصميمات كتير عن الكامبينج حملتها كلها. تعالى مثلا نحمل بس كده 3 صور، هحمل مثلا ال3 دول. طبعا انا بعكس لك البروسيس من الاخر. انت المفروض الحاجات دي اصلا قبل مرحلة التصميم، بس انا بوريك بشكل عام الرصة تكون شكلها عامل ازاي عشان تبقى بروفيشنال. فهنفتح مثلا ده وهنيجي هنقوم مختارين اللون بتاعنا ده، شايلين الاتنين دول وعاملين بقى درجة اللون كده، ونقوم كاتبين مود بورد ونخليها باللون الابيض. تمام. وهعمل كروب طبعا المساحة دي كلها، وهسيف ده عندي في الفولدر بتاعي برقم 2. وهاجي من هنا هعمل ابلود للصورة بتاعتي كده، بان ده بقى عندي السيكشن بتاع المود بورد.
هتيجي هنا من الفوتو جريد هتبدأ ترفع الصور بتاعتك اللي هم الثلاث صور اللي احنا اخترناهم اللي هم دول. طيب المسافات هنا كبيرة ليه بقى؟ هتقوم جاي على الستايل هتلاقي هنا الكونتنت سبيسنج، المسافة بين تصغرها كده بحيث ان يبقى الخط ده قد الخط ده عشان يبقى شكلها احسن. طيب عايز افصل الحاجات دي عن بعض، ده لزق في ده قوي، نقوم جايين هنا ضاغطين ايه، كنترول انتر، شيفت انتر قصدي، عشان يوسع لي الفراغ ده. حلو. طيب رسمت سكتش، فهتيجي برضو في نفس الحوار تعمل كده، او العكس نخلي زي ما عملنا في اللي فوق، نخلي بقى الخلفية نفسها لونها ابيض ونخلي ده باللون الاخضر. البرزنتيشن عندك تبقى الوانها بسيطة خالص، ما تبوظش الدنيا. ونيجي مثلا نخليها رقم 3 ونفتح هنا نيو بروجكت، نسحب البي اس دي بتاعنا نرميه هنا، نخلي دي اديتابل ونضغط اوكي، بعد كده دبل كليك هيفتحها لك هنا. هنضغط كليك يمين كرييت، اخليها تكست، بقى دي عندي كده ايه، تكست. هتفتح البتاع القائمة بتاعتنا اللي احنا عملناها انستول، ونبدأ نشوف مثلا في ايه حاجات افكتات كده. ممكن مثلا دي اعمل لها اد تو لاير ونشغل كده نشوف ان هو ايه بيكبر لك الكلمة عندك. باك خلينا في الترانزيشن التكست افكت، نبدأ نشوف حاجة مختلفة. دي مثلا جميل حلو. ونضغط كنترول ام عشان نرندر، ونضغط ريندر. بعد كده من الموقع بتاعنا هنعمل اد مور فايل، نختار الفايل بتاعنا التالت ده ونعمل convert to GIF. convert هنستنى ثواني هيخلص، هنعمل لها داونلود، بقت معانا. هنيجي من هنا هنعمل ايمج وهنرفعها من الداونلود، بقت عندي اللي هي الصورة التالتة دي نزلت عندي كسكتش. تمام. انا برفعها GIF عشان تقعد تعيد نفسها كده مش فيديو، لان الفيديو على البيهانس رخم جدا. طيب انا مثلا هاجي هرفع له السكتش المبدئي ده. تمام. طبعا تبقى تشيل منه الكلام والحاجات دي زي ما قلت لك، المفروض ده يبقى ايه مبدئي. طيب خلصت السكتش، يبقى انا كده تعالى نرجع للماب. عندي كونسبت، مود بورد، سكتش، فاينل، ديزاين. طيب هنيجي بقى هنقوم لو عندي اكتر من تصميم، فهنيجي هنكتب هنا مثلا MV1 او KV1 اللي هو ماستر فيجوال واحد. وده بقى مش هعمل فيديو، يعني نحاول ما نخليش الدنيا زحمة قوي عشان الموضوع ما يبقاش اوفر. وهسيف دي كده برقم 4، وهاجي بقى هرفعها كصورة عادية خالص. تمام. الصورة رقم 4 كده انا قلت ايه، عندي MV1. طبعا الصورة واخدة المساحة كلها لانها مقاسها صغير، فانت بقى تعمل لها اب سكيل، تظبطها الحاجات دي كلها. وهاجي من هنا هرفع بقى التصميم بتاعي اللي هو الماستر فيجوال خلاص. تمام. تعالى نفتح هنا عندي البيفور اند افتر او الفوتوغرافي ماتيريال. طيب يا اما تقوم كاتب فوتوغرافي زي ما احنا عملناها هنا وحاططها ايا كان بقى الستايل اللي انت عايز تعمله، او نقوم رافعين الصورة مرة واحدة اللي هي الصورة اللي عندي دي. تمام. على ما يحمله تكون انت عملت التصميم بفور وافتر، بفور ان انت حطيت الاستوكات بس من غير اي حاجة، وافتر نهائي. وهنقوم جايين، بص بقى ركز معايا قوي في الخطوة دي، هنقوم جايين فاتحين ملف فايل وجايبين من هنا الفيلم والفيديو، وتضغط هنا تختار اللي هي ال HD ال 1080 دي. تمام. هتلاقيه ظهر لك الجريد اللي عندك ده. هناخد التصميمين هنسحبهم هنحطهم هنا في النص بالظبط، وهنضغط سي من الكيبورد نختار الكروب، ونقص المساحة على حسب عند التصميمين بالظبط. كده بقى عندي التصميم قبل وبعد. هتيجي هنا هتسيفه، فهنكتب مثلا كامبينج بيفور. تمام. وهنظهر هنكتب كامبينج افتر. وهنيجي هنفتح الموقع اللي بيعمل لي سلايد بيفور وافتر، هسيبه لك برضو في وصف الفيديو. تمام. وهنيجي نختار البوتوم الاخضر ده اللي هو ميك، وهتيجي هنا على الليفت مسج والرايت مسج، هنضغط هنا الدروب بوكس. لو هو مش مفتوح عندك هتلاقيه فتح لك قائمة ان انت تعمل ساين ان بالجيميل، وهنضغط هنا على ابلود فايل. هنبدأ نرفع الصورتين بتوعنا اللي هم بيفور وافتر. تمام. هنستنى بس دقيقة كده يحمله. هنا واحد اترفع اهو. هاجي مثلا في السيرش هنا هكتب كامبينج، هلاقي الاتنين اترفعوا. طيب انا على الشمال في الاغلب عشان تبقى مريح للعين اكتر بنحط في الجزء اللي على الشمال البيفور. تمام. وهاجي على الرايت مسج من الايقونة دي هسيرش برضو على كامبينج، وهختار الافتر. هنا هلاقي السلايد عندي اتعمل اهو.
كل اللي انت هتعمله هتشيل ميك ريسبونسيف دي الصح من عليها، وهتضغط ببلش، هيبدأ يجيب لك لينك في الامبيد. هناخد اللينك ده، هي دي بقى الامبيد اللي كنت بقول لك عليها. هتضغط على امبيد، تحط اللينك ده بيست، انزل تحت شوية، استنى دقيقة هتلاقيه ظبط لك السلايد بتاعت بفور وافتر. تمام. طيب الصورة دي ممكن تبقى تقلبها الزاوية التانية عشان شكلها يبقى ماتشنج مع اللي فوق، يعني تلفها بس اللي هو نخليها بس ايه كده. تمام. طيب عايز احط الجزء اللي بعد كده الاستوكات اللي انا استخدمتها، وعايز احط تايتل، ممكن نحط الاخضر ده. بص انا ثبت مقاس عندي وقاعد بقى ايه شغل السيكشنز اللي انا بحطها، فهكتب هنا ستوك ايمجز. تمام. وهاجي هسيف دي، هرفعها من هنا اهي كده. انا رفعت السيكشن بتاع الاستوكات. هعمل فوتو جريد، بنعمله لما يبقى في عندي اكتر من صورة، وهبدأ اختار الحاجات اللي على خلفية بيضة احطها لوحدها. يعني اختار مثلا ده وده وده، وتحاول ان انت ايه تظبط في الالوان بيضة عشان يبانوا ان هم على البروجكت نفسه، ما يبقاش فيه فريمات للصورة. نضغط مثلا نعمل جريد تاني، نختار ده وده وده مثلا. تمام. رفعت دول، هاجي بقى اعمل فوتو جريد الخلفيات اللي عندك، اللي هي بقى الحاجات الصور الكاملة اللي فيها سما وارض والحاجات دي كده. انا رفعت الاستوكات كلها. بعد ما خلصنا الاستوكات نخش على الجزء بتاع الموك ابس. فهتفتح اي موك اب يكون متناسب مع الموضوع. يعني ده مثلا عشان حاجة بتتكلم عن الريموت وورك، فانا ممكن احطها في لاب، ممكن احطها ان دي كامبين او الدور، ما تحطهاش مثلا ان هي حاجة جوه محل. فاهمني؟ اختيارك للموك ابس متماشي مع فكرة البروجكت نفسه. فانا هاجي احط مثلا التصميم بتاعي هنا، اسحب التصميم احطه هنا بالشكل ده. طيب مقاس الموك اب كبير، يا اما تكبره وفي الحالة دي انت شلت جزء من التفاصيل بتاعتك بس ركزت على التفاصيل المهمة وبقى شكلها عامل كده. تمام. يا اما نصغره ونحط مثلا كده اللير بلون معين وليكن مثلا اصفر كده، وتبدأ بقى تشيل التكست بتاعك من التصميم وتحطه هنا. يعني افتكس بقى، يعني خد راحتك قوي في الموضوع ده. ان انا مثلا هاجي هنا هخفي عندي كل التكست ده، احط التصميم بتاعي هنا اخليه فوق. تمام كده. وهاخد التكست لوحده احطه مثلا بالشكل ده. ما هي دي برضو موك اب، انا مش بعمل التصميم نفسه او الدور. او ممكن ان انت خليها مثلا باللون الابيض وننيمهم كده، حاجة برضو في اللذيذ خالص كده مثلا. انا حاسسها كويس. وهنسيف الموك اب عندنا. تمام. وبعد ما حطيت الاستوكات هتحط الموك ابس بتاعتك، بس تبقى اكتر من موك اب. يعني حاول تخلي الموك ابس كتير شوية، ممكن مثلا تحط لاب تحتها او كده. طيب بعد ما خلصنا البروجكت عايزين بقى نقفل البروجكت، فعايزين حاجة كده مثلا اللي هو thanks for watching. فهنيجي للبي اس دي بتاع السيكشنز بتاعنا for watching، ونخليها باللون ده ونخلي هي باللون الابيض ونصغرها كده. تمام. بعد كده هنيجي نرفع الصورة عندنا، وعايزين بقى في الاخر نجيب سهم كده بتحرك ينزل على الابريشيت. فممكن نعملها ازاي؟ نمسح ده وندخل مثلا على فلات ايكون، نجيب سهم مثلا ارو. تمام. ده مثلا هنعمل له ايه بي ان جي. تمام. هنيجي هنا على الافتر افكت. التصميم القديم عندي تعمله ان انت هتيجي هتسحب الارو ده على الفوتوشوب الاول، تخليه باللون الاخضر بتاعنا. تمام. وهنعمل كليك يمين كويك اكسبورت از بي ان جي، ونسيبه مثلا ارو كده، نحطه في الفولدر بتاع البرزنتيشن. تمام. وهنفتح الافتر افكت، هناخد الايكون دي نسحبها نحطها كده ونصغرها بحيث ان هي تبقى في نص التصميم. نعمل كليك يمين ونختار روتيشن. هنعمل كليك يمين ونختار من الترانسفورم ان هي تبقى روتيشن، ونخليها مثلا بزاوية 90 لتحت كده. بعد كده هنيجي من التول بتاعتنا اللي احنا سطبناها، هنيجي بقى في الافكت ال2 دي، هنلاقي ان في حاجة قاعدة بتلف تو لاير كده. بعد كده هنرن وهنفتح الموقع بتاعنا عشان برضو نحولها للجي اي اف. تمام. وهنضغط داونلود. بعد كده هنيجي نرفعها كايمج وهنجيبها من الداونلود بالشكل. فدي كده هتروح على اللايك اللي هو بتاع الابريشيت اللي تحت. اخر حاجة وان احنا هنحط السوشيال ميديا، فهنيجي مثلا هنكتب هنا انستجرام وناخد سبيس كبيرة كده مثلا بالمسطرة ونضغط لينكد ان.
تمام، واخلي فيه سبيس تحت، هخليهم باللون بتاعي وهخليهم بولد التصميم. طيب عايز اعمل ده لينك البروجكت يحول لي الانستجرام، فهتحدد كده على الانستجرام دي، هتلاقي جايب لك هنا ايه لينك. هتفتح مثلا الانستجرام بتاعك، هتيجي من البروفايل هنا هتاخد البروفايل ده كوبي، وهنقوم جايين حاطينه هنا، وبرضو هنعمل كده في لينكد ان. تمام، بعد ما خلصت بقى كل الحاجات دي كلها هتقوم كونتينيو، هتبدأ تختار الكفر بتاعك، هيبقى صورة التصميم من غير الكلام، فتشيل الكلام اللي موجود ده، وتبدأ ان انت تسمي باسم عام، ما تكتبش مثلا your vacation is now your office، خليه ان دي ايه كامبين عن الريموت وورك، نكتب مثلا ريموت وورك كامبين. والتاجز مهمة جدا، فهنكتب كامبين، تبدأ تكتبها لك، تكتب ادفرتايزنج، دمج مثلا، مانيبيوليشن. لو انت مش عارف تجيب الحاجات دي، شوف بروجكت شبه بتاعها، هتلاقي تحت خالص الكيورد، وإن شرحناها في فيديو ازاي وصلت ل 700 ألف على البيهانس، هتلاقيه على القناة، هيظهر لك دلوقتي في الاي، خش شوفه ضروري جدا. بعد كده انت فهتكتب فوتوشوب والستريتور او ايا كان اللي انت استخدمته. بعد كده الفيلد بتاعك هنحدد مثلا ادفرتايزنج وجرافيك ديزاين. بعد كده هتعمل ببلش، وكده مبروك عليك، نزلت ببرزنتيشن كويسة جدا، وضحت التفاصيل اللي فيه، ووضحت المجهود اللي انت عملته. كده اكون وصلت معاك لنهاية الفيديو. ما تنساش لو عجبك الفيديو تكتب لي رايك في الكومنتات، تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس، ولو ما كنتش مشترك في القناة تشترك. واشوفكم في فيديوهات جاية اقوى واقوى. سلام.